بسم الله توكلنا على الله. بالصلاة على النبي. أنا زارع خاص مع كرنب الاتنين مع بعض، وغير كده يعني اهوت الصلاة على النبي اهو. الانتاج بتاع الاتنين ما شاء الله كويس اهوت. الخاص يشرب له ميتين كمان وهيتقطع عشان الخاص بيجي قبل الكرنب. بين قطيع الخاص وقطيع الكرنب بالظبط كده ممكن يكون بتاع 20 يوم شهر. بالصلاة على النبي. بس الاتنين ما شاء الله انتاجهم حلو اهو، ورؤية الخضار حلوة اهو. بالصلاة حضرة النبي. طالما مفيش حاجة ورقها اصفر وتعبانة يبقى كده الزرع ماشي مظبوط بأمر الله. بالصلاة حضرة النبي اهو. حاجة زي الفل اهو. بالصلاة على النبي اهو. عشان في ناس تقول لك الزرعتين مع بعض عك، هو ممكن ابقى نزرع زرعة واحدة بس برضه عكاك. في ايه عكاك؟ ممكن الزرعة الواحدة دي ما اخدمهاش، هتبقى برضه تعبانة مش قد خدمتها، ولا رش ولا سماد ولا الكلام ده كله، طبعا هتطلع تعبانة. ماشي. اللهم صل على النبي. لكن انا على فكرة انا زارع 3 زرعات يعني اهو. زارع كرنب اهو ما شاء الله، وادي الخس ما شاء الله، وغير كده في لفت تاني برضو مع الارض. بس الشوية اللي احنا عزقناهم دول ونضفناهم دول مقلعنا منهم اللفت قدامهم اهو. نروح نشوف اللفت برضه اهوت، في شوية ما طلعوش اهو. وهتلاقي اللفت برضه رؤيته ما شاء الله حلوة. بالصلاة حضرة جمال النبي اهو. اهم حاجة الخدمة والمبارية والرش الحشو اهو. بالصلاة على النبي. ادي اللفت اهو اهو، مفيهوش حاجة برضه مرجعة صفرة. وادي اللفتاية ما شاء الله اهي.